استرتشات ايه يا كوتش؟ سيبيني اروح والنبي، سيبيني اروح. طيب عشان ما تزعليش. باي. طبعا اللي شفتوه ده على طول بيتكرر معاكم وعلى طول مزهقين الكوتش، ما بتعملوش استرتشات وبتمشوا وتسيبوا التمرين في الاخر. طيب في الفيديو ده انا هقول لكم ايه فايده اصلا الاسترتشات، وايه هي الاسترتشات وانواعها وامتى نعملها. stretching exercise او تمارين الاطاله. ايه هي اصلا تمارين الاطاله؟ التمارين دي هي تحريك مفصلك بكامل نطاق حركته. طيب بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه حاجتين. اول حاجه وهو contract position، وهو اني بقرب او بقصر العضله على بعض، فبقرب الاورجن من الانسرشن. تاني حاجه وهي lented position، ودي ان انا بطول العضله او بمدها. هي انواع الاسترتشات هم نوعين، عندي الدايناميك ستريتشنج وعندي الستاتيك ستريتشنج. الدايناميك ستريتشنج وهي ان انا بعمل الحركتين الكونتراكت واللينتد الاثنين، لكن في الستاتيك ستريتشنج انا بثبت فيها العضله، يعني العضله بتبقى في وضع الثبات كامل من 15 ثانيه لحد 30 ثانيه، عايز اكتر قشطه، بس انا ببقى مثبت. مبدئيا كده الفتنس او علشان يبقى الشخص فت ويبقى عنده لياقة بدنية عالية لازم يكون مقوي الاربع حاجات دول، وهو السترينث والانديورنس والبالانس والفلكسبيليتي. يعني معنى كده علشان يبقى عنده ضلع من ضلوع الفتنس، وهو حاجة مهمة جدا، لازم يكون عنده فلكسبيليتي. ودي ازاي؟ بالاسترتشات. هقول لكم فايدة كل نوع فيهم وامتى نستخدمه. طيب بالنسبه للدايناميك ستريتشنج هو بستخدمه قبل التمرين، يعني انا مثلا هعمل الاحماء، فخلاص وانا بعمل الاحماء ابتدي اعمله. عملت مثلا طلعت على التريد ميل 10 دقايق او جريت شويه، مشيت شويه، عملت جامبن جاكس، عملت هاي نيز. بعد ما تخلصوا تبتدي تعمل الاسترتشات بتاعتك الحركيه، اللي هي مثلا هعمل حركه كامله مثلا، او هفتح دراعي للاخر، يعني الاسترتش يبقى فيه حركه سريعه. طيب الاسترتش ده بيعمل ايه بقى؟ لو كان قبل التمرين هو بيساعد العضله ان هي تبقى مرنه وتبقى قويه جدا في التمرين. كمان بتحرك الدورة الدموية وبتزود ضخ الدم في العضلات والمفاصل، وبالتالي انت بتتفادى اي كرامب يحصل لك او لا قدر الله مثلا اصابة. فدي حاجة مهمة جدا ان احنا نعملها قبل التمرين، وايا كان كمان اللعبة بتاعتك. يعني لو انت بتتمرن سباحة فممكن تعملها، لو انت بتتمرن كورة ممكن تعملها، ايا كان التمرين بتاعك اللي انت هتتمرنه، فضروري جدا ان انت تعمل دايناميك ستريتشنج. طيب ستاتيك ستريتشنج دي بعملها امتى؟ بعملها واهم وقت ليها وانا قايم من على السرير الصبح. يعني اول حاجه تعملها كده اول ما تقوم من على السرير تعمل ستاتيك ستريتشنج. كمان ممكن اعملها امتى؟ بعد كل تمرين، ايا كان نوع التمرين بتاعتك، بعد كل تمرين بعمل ستاتيك ستريتشنج. كمان لو انا مثلا متضايق او عندي ضغط شغل كتير قوي، متوتر كده ومودي مش حلو، فممكن اعمل ستاتيك ستريتشنج، الدنيا هتتظبط ومودي هيبقى احلى. ايه فايده الاستاتيك ستريتشنج؟ حاجات كتيره جدا، منها انها بترجع العضله لوضعها الطبيعي. يعني انت كنت بتتمرن فالعضلات قصيره، عايز ترجع لازم العضلات دي، لان انت لو اتحركت كده وعضلاتك منقبضه وهي قصيره ممكن يحصل لك جدا كرامب وانت ماشي، او يحصل لك تعب لا قدر الله. فالاحسن ان انا اعمل استرتشات قبل ما امشي، يعني بعد ما اخلص التمرين اعمل الاسترتش بتاعي. طيب ايه تاني بتخليك مرن جدا؟ عارف انت المكرونه الاسباجيتي بتخليك كده شبه المكرونه الاسباجيتي. طيب ايه تاني؟ كمان بتسرع الريكفري لجسمك. يعني انت اتمرنت فبتقعد مثلا 4-5 ايام لحد ما جسمك يفك او يحصل له استشفاء ريكفري. فلو انت بتعمل استرتشات اول باول الريكفري ده هيبقى اسرع، والعضله نفسها هتبقى قويه اكتر. كمان بتخلي مفاصلك قويه جدا. انت مثلا لما بتيجي تبقى ماشي او بتتحرك ممكن تعمل حركه فجاه كده من غير ما تاخد بالك، اللي بيساعدك ان الحركه دي تعدي كده بسلام من غير ما يحصل لك اصابه لا قدر الله هو الاسترتشات. زي ما قلت لك بتخليك شبه المكرونه الاسباجيتي. طيب ايه تاني؟ حاجه تانية، الناس اللي عندهم الكيفوزس، اللي هي بيبقوا عندهم راوند شولدر كده، بيبقى عندهم انحناء مكان المكتب او مكان الموبايل، قاعده كتير على الموبايل. الكلام ده كله بيتحل ازاي؟ بيتحل بالاسترتشات.
ايه تاني؟ في ناس كتيرة جدا عندهم كتف اعلى من كتف ومش عارفين المشكلة دي سببها ايه. المشكلة دي سببها ان هم بيشيلوا الشنطة مثلا على جنب واحد، فبيحصل للعمود الفقري حاجة كده اسمها سكلوزس، اللي هي بيبقى انحناء في العمود الفقري. وعلى فكرة دي بتسبب مشاكل وكوارث كبيرة جدا. الموضوع مش بينتهي ان العمود الفقري بس كده، لا ده بينزل لتحت وبيبقى الحوض، المشكلة في الحوض وفي الرجل وفي الكاحل، فالمشكلة بتمتد. فبجد الاسترتشات بتظبط كل الكلام ده وبتخليك مرن جدا. حاجه كمان، وهو ليه بقول لكم اعملوا الاسترتشات اول ما تصحوا من النوم او تنزلوا على طول من على السرير، وده هيفرق معاكم جدا في يومكم، لان احنا بننام مش عارفين احنا نايمين ازاي، ايه اللي نايم مقلوب واللي نايم على بطنه واللي نايم على ظهره واللي نايم على جنبه واللي نايم متشقلب، فحرفيا كل حته فيك ما بتبقاش في وضعها الصح. فاول ما بتقوم من النوم بتحس ان جسمك كده تقيل ووجعك مش احسن حاجه. فاول حاجه تعملها هو ان انت تعمل استرتشات وترجع عضلات جسمك لوضعها الطبيعي. وعشان كده الصح ان احنا نعمل الاسترتشنج يوميا، ما نفوتش يوم. ده هيخلي عضلاتك ترجع كده تبقى في وضعها الطبيعي وتبقى جامده جدا. طيب انا كده في الفيديو لخصت لكم كل حاجه تخص الاسترتشات، من انواعها لفايدتها لامتى اعملها لكل حاجه. فعايزاكم تعملوا استرتشات كويس جدا وما تزهقوش الكوتش معاكم. باي باي. استنوا الاسترتشات بقى في الريل حاجه تانية. اعملوا لي لايك، عشان في ناس انا شايفاك انت وهي ما عملتوليش لايك المره اللي فاتت، فاعملوا لي لايك عشان يوصل لاكتر حد، وشير بقى وكومنتس كده وحركات. باي باي.